هيرونيفر حرف النهارده او نطق النهارده بيعبر عن ال او اللا اللي هو شبيه بحرف اللام في اللغه العربيه، والترانسليتريشن بتاعه هو حرف ال في النطق بتاعه يعني. طيب الحرف ده ما كانش موجود في العصور القديمه او الاسرات الدوله القديمه او الدوله الوسطى، وتقريبا كمان ما كانش موجود في الدوله الحديثه، ولكنه يقال انه تم اضافه في العصر البطلمي بعد احتلال اليونان لمصر. تم اضافه صوت اللام للحروف الهيروغليفي اللي كانت موجوده في الوقت ده او لغه الميدونيتر. يعني ده معناها ان هي كانت لغه متطوره زمان، كانت لغه حيه ومتطوره ويمكن اضافه اصوات ليها. طب لما تم اضافه الصوت ده في العصر البطلمي بقى يرمز ليه بالرمز ده اللي هو شكل الاسد. طبعا شكل الاسد زي ما احنا شايفين مليان تفاصيل كتير. طب لو احنا عايزين بقى نقلل التفاصيل دي عشان نعرف نكتبه براحتنا في لغة الميدونيتر بس بخط فيلو، هنعمل ايه؟ بسهولة جدا بسهولة جدا. هتعمل شرطة كده وشرطة كده، بعد كده هتروح عارفين رقم 3 اللي احنا بنعمله كده، بس هنعمله مفتوح شوية كده كأنك بتعمل قوس اهو، وتروح عامل ديل من هنا، بقى عندك شكل الاسد، او اللي هو يقال ان هو المفروض شكل ابو الهول بس هو شكل اسد يعني. فاهو ادي شرطه وادي شرطه وادي رقم 3 وتعمل من هنا ديل، بقى عندك شكل الاسد. طب لو احنا عايزين خط ارفع من كده، القلم العادي اللي احنا بنكتب بيه كل يوم اهو، ادي شرطه وادي شرطه وادي، بقى عندك رمز الاسد. لو انت عايز في اي وقت تكتب حرف اللام او نطق ال اللي هو بيرمز برمز الاسد اهو، لو عايز تكتبه بالناحيه التانية اهو، هتعمل شرطه كده وشرطه كده، تعمل كانك بتعمل رقم 3 وتطلع من هنا دي اهو، ادي شرطه وادي شرطه وادي رقم 3 وتطلع دي رجلي او ايديه القدامانيه او رجلينين القدامانيه، ودي رجليه اللي وراه، وادي راسه وادي جسمه وادي ديله اهو، ادي شرطه وادي شرطه وادي رقم 3 المفتوح اللي هو اهو كانك بتعمل رقم 3 كده، بس انت هتعمله كده، بس بدل بقى ما تعمله كده اللي هو مقفول، لا انت هتفتحه كده اهو، هتفتحه كده، فاهو شرطه اهي وشرطه اهي، وهتروح عامل كده وتحط من هنا دي، بقى شكل الاسد اللي هو بيعبر عن حرف اللام او نطق اللام او نطق لا في لغه الميدونيتر بخط فيل. بس دي كانت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. اياو معاكي ام حاتم.